طبعا وفي الغالب كلنا عارفين ان لعبة فوتبول 2026 نزلت حدث افريقيا. فان شاء الله النهارده هدفنا نطلع من دور 16 بمنتخبنا العريق منتخب الدنيا كاس افريقيا في المغرب 2025. وفي منتخب مصر اللي بتقييم 78، وفي السنغال والجزائر ونيجيريا كلهم والمغرب. ربنا يستر تقييمات مرتفعة أوي. طبعا هي مجموعتنا نفس المجموعة اللي هي في الحقيقة، ونفس كل المجموعات زي ما هي مجموعة المغرب مجموعة مصر، كل المجموعات هي اللي في الحقيقة. مش مغيروش حاجة. فنبقى نبدأ أول ماتش معانا مصر وزيمبابوي. طبعا زيمبابوي ايزي بزيادة، أنا حاطط تقييمها قليل مرة. أنا بصراحة أنا لاعب تريزيجيه على مصطفى محمد، عشان صح مصطفى محمد ضايع خالص. متنساش عايزين صلوا على النبي. يلا بقى نبدأ أول ماتش معانا. يبحث عن الخيارات. فقدان الاستحواذ. يفشل في الاحتفاظ بالكرة. فقدان الاستحواذ. تقريبا الماتش ده مش عارف خلص 1-0 ولا كام ولا 2، مش متذكر الرقم بصراحة. بشكل جيد. تسديدة. توقف من رائع. الحارس قام بإعلان للكرة. محمد هاني يمررها نحو الأمام. لاعب جيد، واحد ضد واحد. حاول تمريرة بينية. المشكلة ان اللعبة اللي بلعب قدامهم مالطا اللي هي زيمبابوي، بس انا مصعب اللعبة. وبرضه التشكيلة بتاعت مصر ما يعني القائم الخلفي. على حكايتها شويتين. ربنا يستر. تسديدة قوية. الهدف. ده الكرة بتتلعب الكرة بتتلعب بالعقل، الكرة مش مجرد شوية جري وخلاص. احنا عندنا فريق مكسح، بس برضه جبت جون بشياكة من برا 18. هل دخلت؟ كانت تسديدة قوية. هو اي حد من برا 18 ولا ايه؟ يحمل الكرة إلى الأمام. كان ذلك تصديا مذهلا. يلا صلاح استنى يبحث عن مسار تمرير. شوطة كده بعيد اوي. من توقعات عارفين شوطة في الحاسة، كنت عايز اديها تريزيجيه. فقدان الاستحواذ. قد يتمكن من التسلل خلف الدفاع. يتوجه نحو الهدف. جدعان خلاص كده هتخش جول، مش عارف ايه اللي وقفه قدام. لقد تم قطع الإمداد هنا. يلا صلاح. يحمل الكرة إلى الأمام. هو صراحة يعتبر أسرع واحد في التشكيلة دي. التسلل خلف الدفاع. يفشل في الاحتفاظ بالكرة. حرام. هل دخلت؟ كانت تسديدة قوية. ايه الحظ ده؟ يفشل في الاحتفاظ بالكرة. تسديدة قوية. الحمد لله أول مرة أشوف مصطفى محمد يجيب كورة صح، أول مرة أشوفه يجيب كورة صح مطلعهاش بره. معركة حقيقية على الكرة هنا. كارت أصفر؟ كارت أصفر. حكم مرتاش، أنا معملتوش حاجة، ده كلها كتف قانوني يعني. قرار يجب اتخاذه. بص، كتف قانوني ما جتش جنبه. شاف العالم المرتشية دي. تسديدة على المرمى. الحمد لله ايه التسديدة دي كلها. رائع. بس اوكي ماشي. راس صلاح. بينية. تريزيجيه تمكن من التسلل خلف الدفاع. انت حنين. يحمل الكرة إلى الأمام. يا له من تصد مذهل. لقد عقد الحارس طريقة. فقدان الاستحواذ. هو ده مصطفى محمد احنا عارفينه، الكرة في رجله واتاخدت منه. قد يتمكن من التسلل خلف الدفاع. تمريرة بينية جميلة. هو يا ريت نحافظ على الشباك، عندنا شباك نظيفة. حاول تمريرة بينية. حسابها تبقى 3-0 كده، تبقى حاجة للتاريخ. تاريخ ايه هيلعب زيمبابوي. يمررها نحو الأمام. تصد رائع. بس الشناوي عمل انتهى الماتش الأول معانا ب2-0 مع زيمبابوي. وأعلى واحد تقييما هو الشناوي ب77، وبصراحة عمل أداء تنيني معانا، صد كرات كتير. نشوف الماتش اللي جاي معانا يكون مين.
لابس الأول المغرب مع جزر القمر 2-1 زي الحقيقة. ميلي مع زامبيا ده أنا مشفتوش 2-1، مشفتوش في الحلقة كام. دولة غريبة مع جنوب أفريقيا 1-0. نيجيريا 2-0. أوغندا تخسر تونس ازاي دي بس. السنغال مع بوتسوان. كونغو واحد من متصدرين المجموعة. المغرب بقى مالها؟ المغرب برضه متصدرة المجموعة. المغرب لازم تبقى متصدرة المجموعة يعني. هي الفعل قلق منها دلوقتي صراحة، مع انه جول يعني. يا رب كنت اسمها صح. الماتش جاي مع الدولة الهفا دي اللي خسرت تونس مش عارف 1-0 و2-0. احنا اللعبة دلوقتي مخسرة 7 ولا حاجة. ركلة البداية. لاعب جيد 1 ضد 1. يفشل في الاحتفاظ بالكرة. فقدان الاستحواذ. يعني ما بيخيبش املي فيه ابدا. يسدد داخل المنطقة. الحمد لله عدت على خير. في فن حراسة المرمى. تعبر الكرة من الزاوية. والهدف. ايش الناوي ليه يا حبيبي؟ ليه الغلطة دي؟ هو اترمى فين طيب؟ انا عايز افهم يعني. هي الكورة كده تتشط فوق، انت بترمي تحت ليه؟ يعني مش يعني انت حتى مكنتش رايح تمسك الكورة، هو راح ينط على الكورة. طيب تحفة لصلاح. يا رب بس تكمل. مصطفى الحمد لله. مصطفى شوت كورة تاني مرة، شوت كورة صح الحمد لله. يعني كان اسيست اسطوري من حتفة الشناوي اللي بصها اسطورية لصلاح. مصطفى رماها في 90 والله حلو الحمد لله. بس أنا مش مضايقني غير الانسان يخش فينا جون هفا زي ده من دولة هفا. منتخب هفا. يفشل في الاحتفاظ بالكرة. تم التصدي من الحارس بشكل مثير للإعجاب. مصطفى شوت تاني. إلى مساحة مفتوحة. يا نهار ابيض. ثنائية الحمد لله. قلتلكوا ده منتخب هفا. هي الشناوي بس كان حمار في الشوط اللي فاتت، بس لولا غباء الشناوي كان دلوقتي 2-0. امام عاشور صلاح يلا. عارف مصطفى محمد بس الآن 2-1. يلعبها طويلة. يطلع من الدفاع مستهار يلا. يسدد من مسافة بعيدة. الحارس لم يتعرض للضغط. ده هو الحكم ما حسبش الوعد ديت. لاعب جيد 1 ضد 1. تمريرة طويلة للأمام. تصدي رائع. ده كان هيشوط عمر مرمى. الكرة بأمان. قد يتمكن من التسلل خلف الدفاع. نفسي يتسارع خلف الدفاع. تمريرة بينية. يفشل في الاحتفاظ بالكرة. فقدان الاستحواذ. بالتأكيد اللاعب سيحصل على احترم نفسك، هي بتاكل صفرة حلو. عرضية إلى الوسط. جيد. دي خلاص انا كنت عايز مررها فوق دماغ حد يجيبها اتضايق على طول. يمررها نحو مش عارف اللعبة بتتعلم عقلي كده يعني. مكنتش بتعلم ولا عشان بسجل. لاعب جيد 1 ضد 1. من غير تفكير كانت سلسة اوي. يحتفظ بالكرة بشكل جيد. مش التليفون سخن ولا ايه؟ استنى كمان في الجراب. يمررها نحو الأمام. اخي مصطفى محمد مش مرة كورة رائعة. تنفع انا مش هلعبه تاني. ايه يا عم ده؟ جميلة. ده ملعب دلوقتي عشان هو بس كانت السمنة عنده من المليان، غير كده مش ملعبه. تمريرة خاطفة. قد لا يتمكن ما لا الحمد لله. الحمد لله عشان ده مستغباش. مصطفى محمد بيعدي. معجزة. يحمل الكرة إلى الأمام. يدفعها للأمام. تمريرة بينية. صلاح يلا. حاول تمريرة بينية. يفشل في الاحتفاظ بالكرة. يفشل في الاحتفاظ بالكرة. قراءة رائعة للعب.
بص على طبق من دهب، فتضيعها بقى تبقى انت الحمد لله مضيعهاش. كان هنروح ندفنه بره الملعب لو كان ضيعها. مش عارف، بس الميمز اللي طالعة عمال يخوف في المغرب، مش عارف انا يعني بيخافوا منه ليه. يعني كل الكرات بيضيعها، انا مش فاهم الحتة دي. لاعب بس جيد مصلحة يعني، واحد احنا في ماتش المغرب هنلعبه بقى، احنا مش هنلعبه في كل ماتشات، نلعبه في المغرب بقى. هو جاب هاتريك، يجيب رباعية. بينية. مش عارف اجيب رباعية ولا. تمريرة طويلة. تسديدة قوية. مم. محاولة تمريرة بينية. مش عارف الغباء اللي حصل من شوية، بس يلا. اعتراض في الوقت هو في المناسب. عته عمال يحصل، مش عارف ايه ده. أغلى واحد تقييمة معانا هو مصطفى محمود، 8.6. هو عشان جاب هاتريك، بس مستغرب صراحة ل5. صراحة أنا عمل أسيستات حلوة أوي. شايف عامل واحد ولا اتنين لمصطفى محمد أصلا. وأول مرة أشوف لسه حاسس بالثلاثة دي 50-50. شوف بقية الماتشات عاملة ايه. كان المغرب زيمبابيو، جزر القمر تعادل 3-0. هنا جنوب أفريقيا مع زامبو 1-0. نيجيريا 6-0 مع أوغندا، يا نهار أبيض. تونس 4-1 مع تنزانيا. السنغال 4-1 مع غينيا. ديمقراطية 3-0. الجزائر تخسر من غينيا الاستوائية. ايه الدولة دي أصلا. السودان 1-1 مع بوركينا. ساحل العاج 1 مع جيبون. والكاميرون 2-0 مع موزمبيق. واحد دلوقتي شايف مصدرين الدوري ب6 نقاط و4 تجوال. وزيمبابوي لغاية دلوقتي 0، مفزوش ولا ماتش، يا نهار أبيض. طبعا جنوب أفريقيا التشكيلة بتاعتهم ملط عامة يعني. ملط. المباراة جارية. بسم الله. على صلاح. جيد واحد. وفقدان للكرة. مش عارف بيقوموا بطريقة بطيئة أوي، لكن الفيفا يقوم بسرعة. يسدد من مسافة بعيدة. تسديدة قوية. ماشي الناوي ده. فين الشناوي خد واحدة في 90. بالمناسبة يا شباب، أنا بقول فكرة كده، احنا ننزل محتوى ألعاب متنوعة، مش شرط ننزل عن لعبة كورة عموما يعني، مش شرط ننزل فيفا. فممكن مرة ننزل فوتبول، ننزل ألعاب متنوعة تقترحها لي. والكرة خلف فقولوا المرمى. لك الفكرة دي لو عجباكوا يبقى نكملها إن شاء الله، ننزل ألعاب متنوعة. يدفعها للأمام. قد يتمكن من التسلل خلف الدفاع. انتهت المرحلة الافتتاحية من المباراة. عربية كانت تبقى حلوة أوي، بس تلعب برا. أضاعها بفارق إنشاد فقط. انشات انفق أكتر حاجة مملة. اللعبة حلوة بس في حاجات فيها عيوب سلبية في بصراحة. الوقت المناسب. وشوش اللعيبة والأندية يعني ضايعة خالص. تسديدة قوية. عندهم مع السيتي موناكو واخدين نفس الشعار ونفس البتاع، ماشي فاهمين احنا متعاقدين مع الأندية دي، بس ليه متتعاقدش مع كل الأندية؟ كانت تبقى أحلى. ف قد يتمكن من التسلل خلف الدفاع. نفسي بس الدريم ليج مفيهاش أندية، بس فيها وش اللعيبة كما زي فيفا وأحسن كمان تمريرة بصراحة. بينية. مش يعني مش زي فيفا، مش قصدي في جرافيك، قصدي في الكروت بتاعة البطاقات. والحاجة الضايقة فيها تاني المعلق بصراحة ال AI بتاعه خربان أوي. غير بتاع دريم ليج ال AI بتاعه يتمكن أحسن. من التسلل خلف الدفاع. بس دي بقى عشان دي أحلى من ناحية النتيجة البطولات الآن 1-0. اللي هي حتى جميع الدوريات. يفشل في حتى فيها الاحتفال. تحديات أكتر ممتعة وأكتر سلاسة. دريم ليج سلسة بس مشكلة إن هي عايزة كل خطوة بنت، مش مفيهاش أوفلاين كتير. ودريم ليج بصراحة لها متعتها الوقت الخاصة. المناسب. بس يعني كل حاجة حلوة بس لها نقاط سلبية برضه. لاعب جيد واحد ضد واحد. هذا تصدي عالي الجودة. هذا درس الله. لفن حراسة المرمى. درس ايه؟ قريب جدا. ده عبرة. تصدي رائع. يبحث عن مسار تمرير. مسار تمرين انا ما فيش اصلا مكان امرر فيه. محاولة تمريرة بينية.
جدعان مش عارف ام رب الفيلم اللي عمال يجري ده، مش كان ساكت النت. والكرة خلف الخط لركلة تخيل احنا في الاخر نخسر، ذلك ليكون بداية رائعة. شكلها بايخ اوي. فقدان الاستحواذ، يفشل في الاحتفاظ بالكرة. لاعب جيد، واحد ضد واحد. لاحظ الفرصة، كانت تسديدة خارقة. انا لسه بقول هتشكلتهم مالت، احنا في واحد جولد واتنين كارت اسود كده، اللي هو اعلى كارت حرفيا في اللعبة، امال في ايه؟ احنا ما جيناش. عارفين صلاح بتاع ليفربول والسرعة ومرموش ان الدنيا تعلي كده، في الوقت المناسب. عارفين دفاع وخط هجوم خانق اوي. أبدأ اللاعب بالتماس. لاعب جيد، واحد ضد واحد. يفشل في الاحتفاظ بالكرة. يعني ايه القرف ده؟ المباراة انتهى. معركة تكتيكية مثيرة. تصد ده جيد. 60 1-0، يا رب نتعادل. منطقة العمليات. وشكلها حشاوة هنخسر من جنوب افريقيا. حاول التمرير بينية. يفشل في الاحتفاظ بالكرة. اعتراض في حلو الوقت المناسب. صلاح، هي كانت حلوة بس لو اللعب ده متقدم شويتين. النتيجة الآن 1-0. فقدان الاستحواذ. لا يفشل في الاحتفاظ بالكرة. لا هذه ركلة مرمى. الحمد لله. يعني حرفيا احنا لو جابوا فينا جابوا الجون خلاص احنا مش هنقدر نعمل حاجة. إعادة اللعب من الحارس. تمريرة خاطفة. حركة جيدة للكرة وموقف جيد هنا. كنا خلاص هنعدي، فرصة. عشان نوعي صوت. أنا مش عايز اخش على التاكلينج عشان ما يديش ضربة حرة وضربة جزاء. يحتاج إلى تحسين دقة التسديد. لا اسكت بس، هو متحسنة لوحدي، دي كنت التسديد اللي حسنا ده جايبين فينا 1-0. كريزي صلاح، عايزين ضربة جزاء. في الاحتفاظ بالكرة. انا الجول ده مش هجيبه غير بضربة الجزاء انا عارف. الاستحواذ. تمريرة إلى اليمين. صلاح يعدي. كرة إلى الأمام. هو انا عايز اعرف مين الشخص اللي مفيش كرة بيعديها ده، حرفيا كل كرة بيقطعها، ايه ده؟ لعبة صعبة فشخ، تحميل الكرة إلى الأمام. ما نعمل مع المغرب ولا الجزائر. الحارس بشكل مثير للإعجاب. يدفعها للأمام. تم الكشف عن الوقت بدل الضائع على اللوحة الإلكترونية. الحمد لله انا قلت جول. تصدي مذهلا. تمريرة بينية. أطلق الحكم الصافرة ولدينا النتيجة النهائية. خلص الماتش بنتيجة مخيبة للآمال، 1-0 من جنوب أفريقيا. الشناوي دخل فيه كرة هطلة، واخد 6.8، مش عارف الشناوي بياخد تكمات عالية ليه. المغرب مع ميلا 1-0، والقطر الكومو تخسر من زيمبابيا. جنوب أفريقيا تكسب مصر مع الأسف. نغوات تكسب زامبو ايه، زيمبابو دي ما كسبتش ماتش واحد ساعة ما بدأنا أصلا. نيجيريا 1-0 مع تونس. أوغندا ازاي الديمقراطية تخسر السنغال؟ ده شعر ده ولا ايه يا جدعان؟ الجزائر مع بوركينا فاسو متوقع ازاي بقى؟ غينيا الاستوائية مع السودان 2-1، هذا لا يعقل. والكاميرون والساحل العاج 1-1، هذا منطقي. موزمبيق 0-0 مع جامبون الاتنين ملط عامة يعني. مثلا زلنا متصدرين المجموعة متعادلين 6-6-6، ايه الرقم ده؟ نيجيريا 9 متصدر المجموعة بتاعتها، وديمقراطية 9. ديمقراطية متوقعت عايز السنغال في مركز 2، ديمقراطية في الأول. الجزائر 4 نقاط، الجزائر ما جاتش حرفيا، ما جاتش، كسبت ماتش خسرت ماتش تعادلت ماتش. وغني الاستوائية ازاي؟ ايه اللي في الموضوع مش طبيعي.
ماشي دي منتجية، بس ليه سهل عليك 5؟ ممكن كان يبقى 6. ايه متعادل ماتشين ازاي؟ سهل عليك برضو. حلو. كاميرون المغرب. طب يمس ممكن متقدم. وهذا شك أساطير ساعتنا إلى دور التمانية، وأنا برضو نكملها في فيديو قادم يكون بارت 2. وإيه رأيكم في فكرة إن احنا ننزل ألعاب متنوعة على القناة؟ ومتنساش تصلي على النبي، وسلام.